يا مساء الفل، احلى اخوات ومتابعين في الدنيا. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. اتمنى يا رب يكون الكل بخير. هنعمل النهارده باذن الله المحشي. جربوا بقى المحشي بطريقتي كده، هتعجبكم جدا. هنضيف معلقتين على المحشي هيودونا في مكان تاني خالص. لو لسه اول مره بتشوفي قناتي، يلا قوامي اعملي اشتراك في القناه، ما تنسيش تفعلي زر الجرس على الكل. دوسي على كلمه الكل علشان يوصلك مني اشعار بكل فيديو انزله باذن الله. يلا بقى قوي حطي لايك للفيديو. تعالي النهارده اوريكي طريقتي في عمل المحشي. هتعجبك جدا، سهله قوي وخفيف على المعده ومريح جدا. زي ما انتم شايفين كده هنعمل النهارده باذن الله محشي الكرنب، وهنعمل ورق العنب، وكمان هنعمل فراخ مشويه بتتبيله ولا احلى من كده. يلا بينا نسمي بسم الله ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصوا حلوين، هنا جبت معايا كده كرنبايه وسط، يعني متوسطه ولا كبيره ولا صغيره. هنبدا كده نطلع بس الراس بتاعتها، يعني نحفرها كده من النص ونطلع الراس بتاعتها زي ما احنا شايفين كده. اخدت اول ورقه اللي هي الورقه الكبيره دي، اللي بتبقى خضره من بره مغطيه الكرنبايه، ودي هشيلها على جنب لاني هستخدمها. خليكي معايا هتشوفي هستخدمها في ايه. تمام كده. طيب تعالوا كده هنا نجهز بقى التتبيله بتاعتي بتاعه الفراخ. معايا هنا بصلايه كبيره او بصلايتين وسط، وهنا كان عندي انا الحجم صغير فخدت منهم بصلايتين صغنطتين. كمان طماطمتين، قرن فلفل اخضر، وقطع كده نص قرن من الفلفل الاحمر. تمام. فرمناهم فرم ناعم كده في الكبه. وتعالي معايا نشوف بقيه التتبيله. عايزه اقول لكم ان التتبيله دي خرافيه حلوه جدا، هتديكي طعم حلو قوي الفراخ المشويه. نزلت بقى هنا بملح، فلفل اسود، صويا صوص، دبس رمان، وده ورشستر صوص لو لقيتيه في السوق. ما لقيتهوش خلاص مفيش مشكله. معلقه من الكاري، كمان بابريكا، زبادي، كوبايه زبادي، ومعايا كمان معلقه من الثوم الفريش. عايزه تحطي توم باودر براحتك. ضفت كمان شويه كده من الزيت. وهنا بقى هقلب كله مع بعضه عشان ايه، يعني اخلي كده كل الخليط بتاعي ده يتجانس كده مع بعض. تمام كده. دي كده كانت التتبيله بتاعتي. عايزه اقول لكم الريحه بتاعتها رهيبه جدا. اخر حاجه خالص هضيفها معلقه او معلقتين من العسل الاسود. معلقتين من العسل الاسود. طيب هنا الفرخه بتاعتي بعد طبعا ما غسلتها ونقعتها في ميه وملح وخل وليمون، وبعد كده صفيتها وشطفتها كويس وصفتها. بصوا بقى هنا يعني هاخد بس الفرخه هنغزها كده، اعمل فيها فتحات صغيره، وبعد كده هنزل بالتتبيله بتاعتي بصوا بايديا بقى كده اخلي، بصوا يعني اعمل لها مساج كده بالتتبيله بتاعتي دي. عايزه هنا التتبيله يعني تتغلغل كده في الفرخه، تدخل في كل مكان تحت الجلد وفي الفتحات طبعا اللي احنا عملناها وكل حاجه. هنا لو انتوا واخدين بالكم انا فاتحه الفرخه من الظهر بس. تمام، لان انا هشويها وهي مفتوحه كده زي الكتاب. تمام كده. عايزه اقول لكم انا كنت عايزه هنا اشوي الفرخه على بعضها كده وهي واقفه يعني، ولكن انا في عندي مشكله في الفرن بتاعي واطي قصير يعني، فما بيدخلش فيه الفرخه بالطول لان انا بشتغل على فرن كهرباء. طيب تعالوا بقى كده نجهز الخلطه بتاعه المحشي بتاعتنا. احنا هنعمل الخلطه بتاعه المحشي بتاعتنا هنا ني في ني، ولا هنسبك حاجه ولا هنشوح اي حاجه. هنا بقى بفرم كده معايا البصل والخضره. انا هنا مش هحط طماطم خالص، انا بس دول كانوا شويه فاضلين من التتبيله بتاعت الفراخ فانا ضفتهم. تمام. آه من تتبيله الفراخ اللي هي البصل والطماطم بس، بدون بهارات. طيب زي ما احنا شايفين كده، ده كان عباره عن البصل اللي احنا فرمناه مع الخضره. عايزه اقول لكم ان انا بحب في المحشي الخضره تكون زياده شويه، بتدي طعم حلو جدا، بالاخص لما بزود فيها الكزبره والشبت. تمام. معايا هنا بقى ده الرز بتاعي، رز مصري مصري عادي خالص، غسلته وصفيته. طيب ده بصوا زي ما انتم شايفين كده، ده برطمان صلصه. دي يا جماعه صلصه الطماطم اللي احنا عاملينها في البيت، اللي احنا مخزنينها مع بعض. دي بتقعد معايا من السنه للسنه، وهسيب لكم الوصفه بتاعتها في صندوق الوصف، اللينك بتاعها عشان اللي ما شافهاش يقدر يشوفها. طيب هحط بهارات بتاعتي ملح، فلفل اسود،
والمعلقه الاولانيه اللي هضيفها اللي احنا قلنا عليها معلقه كمون. مش من المعتاد ابدا بالنسبه لنا احنا كاسكندرانيه يعني ان احنا نضيف الكمون في المحشي، تمام. ولكن اضافه الكمون دي بتريح المعده جدا. ما تنسوش ان هنا المحشي بتاعنا طبعا فيه بصل كتير وفيه خضره كتير وده بيتعب القولون. فمعلقه الكمون اللي احنا بنضيفها دي مش كتيره، معلقه واحده بتدي طعم حلو وبتريح المعده، تمام. يبقى دي اول معلقه ضفناها من المعلقتين اللي احنا قلنا عليهم هنضيفهم لخلطه المحشي، تمام يا جماعه. ما بحطش اي بهارات تانية اكتر من كده، ملح فلفل اسود كمون. طب تعالوا بقى نشوف هنا بالنسبه للكرنب بتاعنا احنا هنحشي الورق بتاعه ازاي. الحقيقه الطريقه دي منتشره حاليا على اليوتيوب وانا ما كنتش لسه جربتها، فحبيت ان انا اجربها معاكم ونشوف اذا كانت حلوه نعتمدها، واذا كانت يعني مش قد كده خلاص نمشي بالطريقه بتاعتنا القديمه. طيب هنا انا قطعت الاولانيين زي ما انتم شفتوا، حطيتهم فوق بعض وشلت منها الحته اللي هي الناشفه دي، وعملت جزء تاني بالطريقه بتاعتنا العاديه خالص اهو زي ما انتم شايفين كده. يعني عملت جزء كده وجزء كده، تمام. وهنشوف انهي فيهم اسهل، انهي فيهم طريقه تريحك تلاقي فيها ان هي سهله بالنسبه لك استخدميها. زي ما انتم شايفين بشيل كده الجزء الناشف اللي فيه وبعد كده بقطعها قطع صغيره اهو، يا تقطعي بالسكينه يا تقطعي بايدك اللي يعجبك، تمام كده. اما التانية فانا سبت الورقه زي ما هي ولا قطعتها ولا اي حاجه، تمام. هنا انا حطيت كده في الحله في الارضيه بترنشات كده من البصل والطماطم وكمان العيدان بتاعه الخضره. اوعوا ابدا ترموها، اغسلوها وبعد كده استخدموها في الارضيه، بتدي طعم رهيب جدا للمحشي، تمام. بصوا بقى دي طريقه جديده في لف الكرنب. الحقيقه هي سهله مش وحشه يعني. بصوا بتطلع برضك ايه يعني المقاس بتاع الصبع بتاع المحشي بتطلع المقاس واحد يعني. فهي حلوه مش وحشه. لو انت مش بتقدري ان انت تعملي الطريقه بتاعتنا العاديه ممكن تعملي دي حلوه جدا يعني. فانا عملت كده شويه وكده شويه علشان برضو الناس اللي مش عارفه الطريقه دي تعرفها واللي حابب الطريقه دي يعملها. بصوا بحط شويات كده بقسمهم بعمل فراغات ما بينهم وبلف لفتين بس مش اكتر من كده، لفتين بس عشان ميبقاش تخين معاكي. بصوا الشكل حلو جدا. بصوا شايفين الصوابع كلها مقاس واحد، بسم الله ما شاء الله عليها حلوه جدا. فكره حلوه مش وحشه خالص يعني. جربوها كده يا رب تعجبكم وتكون سهلت معاكم برضو حاجه من شغل البيت او من الوصفات بتاعتنا يعني. حته كده طلعت بقى معايا زياده مش مظبوطه فبحشيها كده بايديا عادي خالص وبيطلع الصبع برضو بنفس الشكل حلو جدا، تمام كده. دي كانت طريقه اللف الجديده اللي احنا عملناها، وهنعمل برضو تاني زي ما احنا قلنا بالطريقه العاديه بتاعتنا خالص اهو كده. احنا هنا كنا عشان برضو ايه ما اطولش عليكم كنت لفيت بقى ورق الكرنب عشان ما اخدش من يعني وقت منكم كتير. طيب تعالوا بقى نشوف ورق العنب هنحشيه ازاي. الطريقه دي سهله جدا وبتخليكي تعملي كميه كبيره وبسرعه ومن غير ما تاخد منك وقت ولا مجهود. بصوا حلوين، انا باخد كده ورق العنب وبفرده كده قدامي على رخامه او على القطاعه بتاعتي دي كده وبقوم جايه اخده شويات شويات بقسم كده زي ما انتم شايفين وبعد كده بلف كله مره واحده. الحقيقه الطريقه دي حلوه جدا بتسهل عليكي الوقت. بصي هتلاقي نفسك لفيتي كام صبع في وقت قياسي يعني ما فيش يا دوبك في دقيقه كنت عملتي كام واحد. طبعا بعكس ما احنا كنا بنمسك طبعا الورقه ورقه على ايدينا كده ونلفها برضك بتاخد منك وقت. لو انت حابه تستخدمي بقى المكنه اللي هي بتاعت لف ورق العنب براحتك يعني. هنا ما تنسوش يا جماعه عشان انا برضك احيانا كتير كتير بنساها. الورقه بتاعت ورق العنب الخشن بيبقى من جوه والوش الناعم هو اللي بيبقى من بره، عشان احيانا كتير بنساها. انا شخصيا بنساها احيانا يعني احيانا في كام واحده كده ايه بتقع مني يعني. ده العادي الطبيعي. وبصوا دي طريقه اللف دي حلوه جدا انا بصراحه ربنا بعملها. لو انت مش قادره تعمليها استخدمي الطريقه العاديه بتاعتك. طيب هنا انا كان عندي لحمه بفتيك ترانشات يعني اخدتها شوحتها كده في معلقه سمنه على النار لمده دقيقه كده على الوش ده ودقيقه على الوش ده وخلاص، يا دوبك تاخد بس صدمه كده بس على النار، تمام. مش مستويه ولا اي حاجه، صدمه كده دقيقه على الوش ده ودقيقه على الوش ده. اخدتها كده حطيتها برده في الارضيه بتاعت الحله وهبتدي بقى ارص ورق العنب بتاعي. زي ما انتم شايفين الورق شكله حلو جدا بسم الله ما شاء الله. الصوابع كلها مقاس واحد ورفيعه مش تخينه
حاولي ما تكتريش الرز في ورق العنب، لان طبعا كده كده الرز طبعا بينفش معانا وبياخد حجمه هيكبر شكل الصبع، فخلي الحبه اللي هتحطيهم يكونوا شويه صغيرين. سامحوني اذا كنت بكتر معاكم في الكلام، بس في كتير من الناس لسه مبتدئين، حبايبنا الصغيرين، عشان برضك يتعلموا ويستفيدوا. اما طبعا اهالينا وحبايبنا يعني امهاتنا وكده طبعا يعني دول عارفين كل حاجه. دي حلوين الورقه اللي انا كنت سبتها وما قطعتهاش، الورقه الخضراء الكبيره اللي انا قلت لكم عليها، بغطي بيها بقى الكرنب زي ما انتم شايفين كده. تمام. هنا بقى الكرنب بيستوي معايا وبيغلي، ولا طبعا يعني ولا واحده بتتاثر ولا اي حاجه، دي حلوه، النتيجه بتاعتها حلوه قوي، جربوها تعجبكم. تعالوا بقى هنا دي كده الشوربه اللي احنا هنسقي بيها. هنحط هنا بقى معلقتين من دبس الرمان على ورق العنب. جربوا بقى الوصفه دي هتعجبكم جدا جدا جدا. معلقتين من دبس الرمان، ودول دي كانت المعلقه التانية اللي احنا قلنا هنضيفها على خلطه المحشي وهتدينا طعم رهيب جدا. تمام. يبقى اول حاجه ضفنا الكمون، وتاني حاجه ضفنا دبس الرمان لورق العنب. تمام. حلو جدا، بيدي طعم مزازه رهيب. كده احنا خلصنا الثلاث اصناف اللي احنا عملناهم، وفضل معايا شويه عملت بيهم فلفل احمر، ده بيبقى تحفه جدا في الاكل، بيبقى طعمه مسكر كده وحلو قوي في المحشي. طيب هنا كانت الفراخ بتاعتي انا كنت دخلتها طبعا الفرن، استوت على درجه حراره عاليه، هتقعد معايا ساعه ونص على حسب حجم الفرخه بتاعتك. بغطيها بفويل وورق زبده، بعد ما بتستوي بشيل الغطا واسيبها تحت الشوايه تاخد اللون الذهبي الرائع التحفه اللي انتوا شايفينه ده. الفرخه طالعه بسم الله ما شاء الله عليها، ريحتها تحفه يا جماعه، الريحه بتاعتها ما شاء الله عليها. الورشستر صوص دوروا عليه في السوق، انا حاليا مش لاقياه، لو لقيتوه بيدي ريحه المشاوي حلوه قوي. لو ما لقيتوش خلاص يعني عادي مفيش مشكله، بنكتفي بالدبس الرمان والصويا صوص. تمام. شكل الفراخ بسم الله ما شاء الله عليها، ريحتها فعلا قلب ريحه البيت ما شاء الله عليها. جربوا الطريقه دي، منتظره في الكومنتات بتاعتكم تقولوا لي رايكم فيها ايه. تعالوا بقى نشوفوا محشي الكرنب بعد ما استوى. بصوا الورقه بتاعتنا بنشيلها كده، شايفين شكل الكرنب زي ما هو، ولا اي حاجه اتأثرت ولا اي حاجه اتغيرت. بصوا بسم الله ما شاء الله عليه، نازل يعني الصبع بصبعه. في واحد هنا انتحر صبع زي ما انتم شايفين كده. المحشي حلو جدا ما شاء الله عليه، حاجه كده بقى. بصوا روايح الشتاء وحاجه كده تحسسك بالدفى. تعالوا كده بينا نقلب بقى ورق العنب ونشوف شكله عامل ازاي بعد ما خلصناه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا المنظر حلو جدا بسم الله ما شاء الله. لو لسه مكمله معايا لغايه دلوقتي ما تنسيش من فضلك تحطي لايك للفيديو، وما تنسينيش من كومنت حلو زي كده، وجربي المحشي بطريقتي، انا متاكده ان هو ان شاء الله باذن الله هيعجبك. دي الطريقه بقى الاسكندراني، ان احنا بنعمل المحشي بتاعنا ني في ني، ودي طريقتنا كده اهوت، يا رب تعجبكم. جربوها بألف هنا وشفا. بصوا بقى شكل الفراخ تحفه، وايدي محشي الكرنب، وادي ورق العنب طبعا بتحطي عليه الليمون بيدي كده يعني بيوديكي في مكان تاني خالص زي ما انتوا شايفين. ولا احلى ولا اطعم من كده ولا ادفى من كده، يعني حاجه كده تحسسك بالدفء، هي دي روايح الشتاء. يلا بقى جربوا، ما تنسوش تحطوا لايك. بالهنا والشفا.